السلام عليكم غزالات ديالي، لاباس عليكم؟ كي درتو؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو. مرحبا بكم معايا في قناه زوزو شانيل، فيديو جديد ووصفه جديده. بعد هاد الغيبه الطويله جيت معكم نحضروا الشهيوات ديال رمضان. ان شاء الله جايب لكم الجديد وما غاديش نبقى نغبر عليكم مره اخرى. كنشكركم بزاف 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 على لي ميساج ديالكم اللي كتخليو ليا واللي كتسولوا فيا. انا لاباس الحمد لله، غير شي ظروف اللي كانوا خلاوني نغبر عليكم. اول شهيوه غادي نبداو بها هي البريوات ديال اللوز بواحد العقده اللي كتجي لذيذه مع واحد الاضافه اللي هي المشماش. كنديروا اللوز كما كنعرفوا كاملين، كنحيدوا له القشور ديالو، كنخليوه يبس، كنطحنوه مع السكر سنيده وكنردوه عقده. كنطحنوه القياس اللي كنديروا ديال اللوز كنديروا نص ديالو سكر سنيده ونقدوا نقصوا عليه. انا عندي هنايا كيلو لارب ديال اللوز، درت ليه هنايا المشماش تقريبا واحد 10 دراهم ديال المشماش. كيجي اضافه زوينه وكتعطي اللذه لهاد البريوات هادو. معلقه صغيره ديال القرفه حتى هي كتعطي واحد البنه لهاد العقده. صافي وغادي نضيف ليها 2 المعالق كبار ديال المزهر كما كتشوفوا. كتجي هاد العقده زوينه اللي ما عمرو ما دار البريوات فيهم المشماش يجربهم ويقول لي كيفاش غادي يجيو. كيجيو زوينين بزاف. بديتو شي تحضيرات ولا مازال؟ انا يلاه قلت بسم الله، واول تحضير او اول حاجه وجدتها غادي نشاركها معكم ان شاء الله، واي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم لا فيديو، وان شاء الله جايبه لكم بزاف ديال الشيوات اللي غادي يعجبوكم وما باقيش غادي نغبر عليكم مازال. صافي هنايا كما شفتوا درت المزهر والزبده غادي ندوبها. كندوبوا الزبده مزيان حتى ما كيبقاش فيها الماء، وعاد كنضيفوها لهذا الخليط هذا. بالنسبه للزبده ديروا القياس على حسب اللوز ديالكم، حيت كاين اللوز اللي كيكون مزيت وكاين اللي كيكون ناشف. عندي هنايا انا اللوز ديالي صراحه احتاجيت غير واحد 2 معالق، تقريبا معلقه كبيره وشويه، يعني تقريبا 2 معالق، نص معلقه. درت وحده معلقه كبيره ودرت النص المره الاولى وعاد زدت النص اخر. صافي غادي نخلطها مزيان كما كتشوفوا وندلكها مزيان 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 حتى يتجانسوا ليا دوك العناصر مع بعضياتهم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وغادي نبدا نشكلها كرات ونوضعها على جنب، وندوزو دابا نقطعوا الوريقه ديالنا. عندي هنايا الورقه غادي ناخذها نقطعها صغيره. غادي ندير بريوات غير صغورين، ما غاديش نديرهم كبارين، كيجيو زويونين كيجيو حليلوين. صافي هنايا بالنسبه للتقطيع ديال الورقه كنقطع القياس اللي بغيت وكنبدا به كنعبر على هذا الشكل هذا. صافي الطريقه راه كلشي كيعرفها، يعني ماشي شي حاجه جديده. صافي غادي نقطع القياس اللي عندي ديال الورقه كامل وكنحتفظ به في واحد البلاستيكه مسدوده باش ما كنشفش ليا الورقه. الا كانت ناشفه نقدروا نديروا لها شويه ديال الزيت في ديك البلاستيكه باش هكا ما كتقرمش وما كتخسرش لينا الورقه. انا الصراحه هاد السيده اللي كناخذ من عندها الورقه زوينه، ما كتكون زعما مزيته، ما كتقطعش بزاف وما كيكونوش فيها بزاف حتى ما كتضيعش ليا بزاف. صافي هنايا درت الكرات ديالي وطلقت الورقه. هنايا درت الدقيق والماء هما باش كنلصق. صافي وغادي نبدا نطوي البريوه ديالي. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنديروها على هذا الشكل هذا. صافي وكنبدا نطويها ونبدا نزير مزيان باش ما تحلياش منين نكون كنقليها، باش ما تحلياش من الجناب. ديما كندير صبعي في الجنب باش كتدخل مزيان. صافي هنايا كنبدا نقطع هذوك الجوانب اللي كيبقاو خارجين. صافي وغادي نستمر في الطوي ديال البريوه. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش، انا غنعاود معكم واحد البريوه وحده وغادي تشوفوا الطريقه. هنايا كنبدا نلصق دوك الجنيبات مزيان ونخليها تنشف. هي البريوه شحال ما خليتوها تنشف عاد تقليوها مزيان باش ما كتحلش لينا، وفي السده نسدوها مزيان ونخليوها تنشف. انا الصراحه ما كنديرها بحال الليله درتها بالليل، ما كنقليها حتى الغدا في الليل او لا. تقدروا تخليوها حتى يومين ماشي مشكل، شحال ما نشفات مزيان كتكون زوينه. غير هي من الاحسن ما ديروهاش في الكونجيلاتور. بالنسبه للناس اللي بغيو هكا يديروها في الكونجيلاتور ملي كتجبدوها ما كتجيش الصراحه زوينه. انا ما كتعجبنيش، انا كيعجبني نديرها نقليها ونحتفظ بها هذيك الساعه نقدر نديرها في الكونجيلاتور. صافي غادي نعاود معكم هاد البريوه هادي. هانتوما كما كتشوفوا كندير الكره وديما هاد الصبع كنديرو في هذاك الجنيب. صافي وكنبدا نطويها على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوا. بالنسبه للمبتدئات اما راه كلشي كيعرف يطوي البريوه. صافي وغادي نبدا نحيد هذوك الجنيبات اللي كيبقاو هكا مخسرين. صافي نجمع البريوه ديالي كامله، نحتفظ بها هكا في شي بلاطو ونخليها تنشف مزيان. صافي حتى تنشف مزيان وعاد نقدروا نقليوها. بعد من كنساليو كنبداو نلصقوها بالدقيق
وبالطحين كنخلطوه مزيان ونلصقو به. كاين اللي كيلصق حتى بالبيض، انا صراحه كنلصقيه بالدقيق والماء هكا، ونبدا نلصقها مزيان من الجوانب كاملين باش ما تحلش لينا ملي نكونوا كنقليوها. صافي نلصق كلشي الكميه اللي عندي ونخليها حتى تنشف مزيان وندوزو باش نقليوها. انا فاش غادي نوصل للقليان وغادي نوريكم الطريقه ديال القلي كيفاش كنقليو البريوات ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا لا فيديو. كنشكركم بزاف 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 بالنسبه للناس اللي صيفطوا لي على ميساج وكيسولوا فيا. انا لاباس الحمد لله، غير شي ظروف اللي خلاوني نغبر عليكم، وانا ان شاء الله رجعت بشهيوات وبزاف ديال الحويجات زوينين ان شاء الله اللي غادي نبارطاجيهم معكم. صافي هنا حطيتها في البلاطو ونخليها، غادي نغطيها ونخليها حتى تيبس مزيان تنشف، وديك الساعه عاد نقليها. كتجينا سهله في القلي وما كتفرقعش لينا ما حتى شي حاجه. وبالنسبه للزيت ديال القلي خص الزيت تسخن مزيان، تكون سخونه مزيان. عاد كنديروا فيها البريوه، منين كنلوحوا البريوه تقلى كنقصوا عليها البوطه، ماشي نقتلوها عليها، نديروا البوطه موين ونخليوها طيب مزيان باش هكاك ما كتخطفش وكتجي مقرمشه، باش كطيب مزيان. وعلى خاطرها كتشد الوقت شويه في الطياب ولكن كتجي زوينه. بالنسبه للتحميره ما نخليوهاش تحمر بزاف حيت مازال كتزيد تحمر منين كنديروها في العسل. هنايا العسل راني فايته شاركته معكم، رجعوا للقناه راني مشاركه معكم فيها الطريقه ديال العسل، كيجي زوين بزاف وناجح 100%. صافي هنايا منين كطيب هانتوما شوفوا الا لاحظتوا راني ما كنحمرهاش بزاف، ومنين غادي نوريكم الشكل النهائي غتبان لكم. ها هي شوفوا، ها هي تحمرات زعما كتشد عاوتاني اللون مع داك العسل والاخر. الا زدنا حمرناها مع الزيت ودرنا لها العسل غتبدا تبان محروقه. هذا هو اللوين ديالها، كيجي زويون، وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات. صافي كنديروهم في العسل ومن بعد نديروهم يتصفوا ونقدموهم بالصحه والراحه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم لا فيديو ديال اليوم، وكنشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم. شجعوني باش ان شاء الله ديما نبقى نحط لكم شهيوات زوينين. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. تهلاو في راسكم، الى فيديو قادم وصفه جديده ان شاء الله. ما تنساوش لي لايك والبارطاج باش هكا نتشجع ونزيد نشارك معكم بزاف ديال الوصفات اللي ان شاء الله غادي نوجدهم معكم. ورمضان كريم، مبروك عواشركم، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه، واللي كتمنوا في خاطركم كاملين يا ربي. تهلاو في راسكم، الى فيديو قادم وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.